وأن أي دعم حركة انفصالية ضد الجار هو مجرد عمل مجانب للصواب، وخطيئة كبرى في حقه وفي حق مستقبل الجزائر والمنطقة المغاربية ككل، وتنفيذا أيضا لأجندات الاستعمار الذي يخيفه لا اتحادنا ولا تكاملنا، ولا يعجبه أن نكون على كلمة الحق، الكلمة الواحدة وهي كلمة الحق. والمغرب لا يهددنا بتاتا، ولا يهدد السيادة الجزائرية، ولم يهاجم الأراضي الجزائرية خصوصا بعد توقيعه للمعاهدات. بالعكس، نظام الحكم في بلدنا هو من احتضن جماعة انفصالية، وتدخل جيشنا في الأراضي المغربية بالصحراء بأمغالا، ودعم البوليساريو بالسلاح والعتاد، وسمح لها بأن تهاجم المغرب انطلاقا من الأراضي الجزائرية. وهذا خرق سافر لمعاهدة إفران، خصوصا في المادتين الرابعة والخامسة، وتنكر لتنازل المغرب واعترافه بالحدود سنة 72. إذا من هو المعتدي؟ أليس نظام الحكم في الجزائر؟ عن أي تقرير مصيري يتحدثون عنه؟ كيف أن توجهنا الإسلامي المؤمن بوحدة الأمة من جهة، ومن جهة أخرى ندافع عن تقسيم بلد جار مسلم؟ ألم ننتبه أن كل الدول العربية والإسلامية اليوم تدعم المغرب ووحدة أراضيه إلا بلد الجزائر؟ يعني هل كلهم على خطأ إلا نحن على صواب؟ نظام الحكم في الجزائر لا يهمه لا مصير تلك الساكنة أو مخيمات تندوف، ولا يهمه مصير الشعوب المغاربية التي ملت من بقاء فضائها المغربي مشلولا وعنوانا بارزا لبراثين الفقر والهوان، ولا يهمه للأسف مستقبل الجزائر ووحدة أراضيه. فدعم حركة انفصالية خارج حدودك هو من باب المنطق فتح للأبواب أمام ظهور حركة انفصالية داخل حدودك. إذن علينا مراجعة التاريخ لبناء المستقبل، والمغرب ليس عدوا وليس مجرد بلد جار، بل شقيق، وكما نحب الخير لأنفسنا علينا أن نحبه لشقيقنا الذي أخطأنا في حقه في يوم من الأيام. وبارك الله فيكم. الله يجزاك تحياتي اخويا. الأخ فكرة، أخي شكرا. عندي سؤال، الله يخليك. تفضل. سؤال أخير. نعم. انطلاقا من السيميائية ديال الصورة، أنت واضع فكرة، أنطرح لك واحد السؤال. هل هناك في المحيط ديالك من يتقاسم معك الفكرة أو الفكر؟ هناك أناس كثيرون ويطلعوا في اللايف وحضروا جيبوا معايا. منا السي فكرة، جيبوا منا، جيبوا منا والله الخير. كاينين بزاف وانا تعرفت عليهم في اللايفات تاعكم، يعني صراحة. جيبهم، شوف جيبهم. ها انت طلعتي هضرتي بالحق، قلتي حق. هادشي اللي قلتي يعني التاريخ، ماشي حنا اللي كنقولوه، هذا هو الكتب نعم. كتقولو. نعم. والصامت عن الحق شيطان اخرس، انا هادي أخرس. كنقولها وكيبقى فيا نعم. الحال. علاش الجزائريين عارفين الحق وساكتين؟ فهمتيني؟ شوف، ماشي ما كاع عارفين طمعناش الحق. يكونوا مثالي ممكن. كيجيو لعندنا اللايف ونفتحوا موضوع شوف، ونتناقشوا. والله أخي أنا راح نصارحك. أنا ممكن كشخص، يعني ممكن أنا نبشت في التاريخ وبحثت في الأرشيف وحاورت أصلا اللي عاشوا تلك الفترة آنذاك، لأنه اليوم في عمري 40 سنة وداخل سن 41. يعني عاشرت أناس كانوا شهودا على وقوف المغاربة بالنفس والنفيس، بدءا من السلطان المجاهد محمد الخامس طيب الله طاره، والملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه. يعني امين يا رب العالمين. كل، يعني ما تكتبه اليوم الصحافة الجزائرية أو ما يقال عن المغرب هو ظلم وإجحاف في حق بلد جار قدم الكثير وتنازل عن أراضيه التاريخية لصالح بناء علاقات أسسها الأخوة وحسن الجوار. يعني فيه حقب تاريخية ممكن يعني مستقبلا نذكرها احنا وياكم، يعني نبداو من الحملة الفرنسية مرحبا اللي ما من هذيك حبش. معاهدة نعم. إفران، ورجع نعم. شوية، رجع شوية عاوتاني. نروحوا نروحوا موراها نبداوها باش من تنازلنا على مولاي عبد الرحمن موريتانيا كذلك، العلوي اللي ندد على الحملة موريتانيا. تاع إعلان دعم للجزائريين، ونروحوا لسكان تلمسان يعني كي داروا وثيقة البيعة اللي هي محفوظة اليوم في خزائن فاس، وموجودة وثيقة أخرى مشابهة يعني في تلمسان. وكيف تولى دعم المغاربة عندما أعلن الأمير عبد القادر الجهاد ضد الفرنسيين، ومن هو الشيخ بوعمامة وأين ولد أيضا،
وأين كان، ونهضروا على قبيلة تاجكانت التي يعني كانت في يعني اللي كان يحكمها آنذاك، يعني في تلك المنطقة كانت ووفته المنية سنة في عين صالح 1900 في منطقة توات. يعني هذيك حرب إنغير. نعم نعم. ونروحوا تاني يعني لعدم مشاركة تيندو في الاستفتاء يعني تاع الجزائر اسكو تحرر ولا ما تحررش، ونهضروا على قرار السلطان الراحل محمد الخامس في دعم الجزائريين لنيل استقلالهم، ونهضروا على حرب الرمال، ونهضروا على يعني معاهدة إفران، ونتكلموا على معاهدة تلمسان. فيه يعني حقب تاريخية لا يمكنك تغييرها، والتاريخ واضح وضوح الشمس. وكيف نقض يعني الرئيس آنذاك بومدين كيف نقض العهد الذي أعطاه للملك الحسن الثاني على مرتين. يعني في المرة الأولى لما يعني في توقيع معاهدة ترسيم الحدود سنة 72، والثانية في القمة العربية التي انعقدت في الرباط آنذاك، حيث تعهد بومدين مرة أخرى لحسن الثاني أن يدعم يعني ملف الصحراء مقابل أن يقنع ملك الأردن بالاعتراف بمنطقة التحرير الفلسطينية، وكان له ذلك ولكن لم يعني يوفي بعهده. ونروح شوف أيضا. فكرة، نعم اسمح لي، نعم اسمح لي، نعم حيت الجوج هادي عندنا وهادي راه النيت خصني نعم نمشي. نعم. شمن ساعة كتكون مسالي غدا إن شاء الله؟ والله ما عنديش مشكل أنا بعتولي برك انفيتاسيون افيك ها بليزير، يشرفني أنا درت الحضور لك معكم متابعة، وندير أنا درت لك متابعة. لكم ردني كامل انت متابعة. متابعة، مرحبا بك. انا عندي احسن نناقش انسان هكا بحالك، ولو انني انا ما نكذبش عليك، انا ما كنامنش بخوا خوا. علاش؟ انا نعطيك توضيح نعم بسيط. انا بالنسبه لي الواحد كيخلص ضريبه البلاد هي كتعاديني. الواحد كينصر النظام ديالهم على المهاجمه والحرب معانا، يعني حرب اعلاميه، سرقة التراث بزاف، يعني فهمتيني. نعم. ما كيبقى فيا الحال هكا. علاش المواطن الجزائري واش هاد السباب السكات ديالو واش من ضعف، او لا ما باغيش يتدخل، او لا عاجبو الحال، فهمتيني. هذا علاش انا ما كنامنش والله بهاد. صدقني، شوف صدقني الأخ، صدقني كاين ناس والله العلي العظيم أصلا ما على بالوش وش راه صاري أصلا، لا في الجزائر ولا في المغرب ولا ماذا يحصل ما بين المغرب والجزائر. يعني هناك أناس بسيطون جدا يعني حياته اليومية تقتصر على قوت العيش، ما يعرفش وش راه صاري في الدنيا هذه، وش راه صاري كأمورات سياسية، يعني التغيرات الاقتصادية إلى غير هذه من الأمور. يعني ماشي كاع، ما راحش تعتبر أنت كاع الناس مثقفة ولا تنبش في التاريخ ولا تعرف حقائق، ولا ممكن يعني حتى المناهج المدرسية اللي يدرسوها ممكن فيها مغالطات. ممكن يعني الإنسان ما يحوسش ينبش هو وحده في التاريخ، فقط ما يعرض عليه وما يدرس له من تاريخ. يعني هذا يعني أمور كلها أثرت ممكن في يعني في هذا السكوت. وهناك جزائريين أحرار ينطقون كلمة لا، الحق ولو كنعرفهم كانت على صراحة. عاتقهم. شوف، كنعرف نعم شي 5 ولا 6 نعم قبايليين، فيهم اللي كيقول انا جزائري قبايلي، ولكن انا ضد النظام هذا اللي كيحارب الثقافه ديالنا والتراث ديالنا يعني بحال باغيين يحيدوا ديك الهويه الامازيغيه ديالهم، فهمتيني. يعني مهم. كنعرف منهم شي 6، ومنهم كيقولوا حنا قبايليين ضد، يعني باغيين ينفصلوا. وحنا واخا الدستور ديالنا والنظام ديالنا راه ما كيدعمش الانفصال. نقدر نقول لك كاين مهم. شي جمعيات عندنا في المغرب اللي ما تابعاش للحكومه، حره يعني، مهم. كتدير يعني هكا اتفاقيات ولا مساعدة، او لا يوقفوا معاهم ولا شي حاجة. المهم ديك الشيء كيبقى مهم. حريات شخصية، حريات يعني اللي نعم عندنا حنايا في الدستور ديالنا. وكاين كذلك شي وحدين اللي ماشي قبايليين، كنعرفهم شي 3 كيهضروا في الحق. غير شنو هاد ال3 هادو، جوج منهم باقي كنشوفهم في اللايفات، راه الخبير تعرفوه، وكاين واحد اخر، واحد دري اخر مسكين غبر. مهم. هذاك كان طلع بوجهه، يعني فتح الكاميرا وكل شيء، هذاك غبر، هذاك ما بقاش كيبان. مهم.
هذا هو المشكل. انا شوف، الا كان هذا الشيء غادي يضرك ما نبغيكش يا خويا تجي، فهمتيني، شوف، نقولها لك. هذا قلت لك أنا كاع من الأول قلت كلمة، قلت هذا لا ينقص من وطنيتي ولا من جزائريتي، ولكن أنا كلمة الحق نقولها، ما يعني ما مش شي حاجة اللي نقول تشدني لا على ولا كلمة. لا عليه يا اخي، ماشي هذا مشكل. مكان هذا مكان هذا مكان. على وانا كي اي. راني نطلع، ماني من مستخدمي التيك توك بزاف، يعني ساعة ساعة غير إلا كان لقيت فريمون الحوار، يعني حوار رائق مع ناس راقيين ويهضروا في حقائق، ممكن نستفاد، ممكن نفيد، ممكن يعني عندي تدخلات، فقط اللي نطلع. بصح باش نطلع هكذا بمجرد أني نسب ولا الآخر، جامي درتها والحمد لله. رحم الله خويا من الله عرف يكمل عليك قدره. بالخير، الله مم. يكمل عليك بالخير آمين يا خويا. رب العالمين. شرفتنا ومرحبا بارك بك الله معزز فيكم، المكرم شكرا خويا شكرا العزيز. الله شكرا. يحفظك. ربي الله يحفظك، الله يحفظك على ويحفظ أي، أنا الوالدين. نشوف غدا إن شاء الله مع ديك 6 الفوق د العشية، حيت عندي الخدمة أنت كتعرف. ديك الساعة إن إن شاء شاء الله. الله نتواصل معاك، نعملو لايف. شنو الهدف ديالو؟ هو نشوفو هذيك الفئة اللي تغسل لها الدماغ في الجزائر، نحاوروها ونحاوروها مهم. بلا ما نسبو. يعني حنا أها. انا يعني الا سبني الواحد غادي نفضل نسبو بواحد الطريقه اللي ما نطيحش حتى من راسي، حيت عطيت واحد راسي باش ما صح نسبش. ولكن الا صح. سبني الواحد راه ضروري، راه خوك يسبك، لا لا، حاجة باينة. كنهضروا في الواقع. السن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم. السن والبادئ اظلم، هي هذيك. إلا سمحتوا غير هي واحد هذيك غادي التوضيح. يكون واحد الحوار ان شاء الله بالله، نجبدوا احداث تاريخيه واحداث يعني في آه. الواقع سياسيا والسبب الخلاف. حنا يكون الموضوع العنوان ديالو هو سبب الخلاف ديال الجزائر والمغرب، ونبداوها يعني الا بغيتي وصدقني نديروها. أنا مانيش شوف نطلع يعني باش الإخوان المغاربة زعما يقولوا بارك الله فيك ولا شكرا ولا، لا والله لا لا العلي لا، العظيم شوف صدقني ما بربي، تبقاش أنا هكا، مجرد اسمح لي، إنسان، اسمح لي مجرد اخي كبير، إنسان باحث في اسمح لي. التاريخ، شوف عندي حنا أمور. المغاربه مم. ما مم. كنطبلوش بنادم حيت جمعانا، لا لا، نعم. حنا كيعجبنا اللي كيقول الحق. مم. الا قلتي الحق ولو كان ضدنا غادي فقط نحترموك. فقط هادي من لا غير. الشيان ديالنا، يعني كنقول لك الواقع. على اي، مرحبا بك. غدا ان شاء الله انا قلت لك شكرا غادي وبارك الله نديرو فيكم، لايف، يعطيكم نرجعوا الصحة للتاريخ، على اي حاجه ان شاء الله وتصبحون نتفاهموا على ألف مزيان. خير. بارك الله وانت فيكم. من اهل تحياتي الخير، تحياتي. الف مرحبا اخي، نورت شكرا نورت شكرا شكرا. نورت. والله سعدت للقائكم كما يقولوا. وأنا نحب الناس هكذا اللي تكون عندهم ثقافة، أسلوب في الحوار. أنا ما نطلعش يعني في اللايفات هكذا اللي بمجرد أني نسمع شوية نعرف واش كاين واش ما كانش، نطلب جاست ولا ما نطلبش يعني. قبل ما ندخل أي لايف، هذا هو نعتذر منك، لا حيت لا لا لا، عرفتي علاش اعتذارك انا اسمح مقبول. لي. باش يعني نقول لك، شوف، أنا على بالي واش حيت راه يصرى. ولفت، اسمح لي حيت مم. ولفت كنشوف هذيك دي زيد، كنعرف راه مهم. شي واحد طالع اما يمرر مغالطات، يا اما يقول لك شفتوا الملك ديالكم في القمر، انتم طبعتوا الخليج، شي حوايج اللي قراوها لهم في العقول ديالهم، وهي ما كاينش في الواقع، فهمتيني. يعني الا جينا نشوفوا في النورمال ما كاينش ديك الشيء. ولفنا الواحد كيطلع كيسب ويتعرى، والله خايتا شفنا الاعضاء التناسليه ديال الناس هنايا. ربي يهديهم ربي وكنتاسف يهديهم. انا علاش حنا شمال افريقيا وكامازيغ وكننتميو للعروبه والاسلام نبانو بهذا المستوى، حيت كاين عيب. الناس اللي كيسجلوا اللايفات وكيحطوهم في اليوتيوب. انا لقيت اللايفات ديالي ماشي واحد ماشي جوج في اليوتيوب، فهمتيني. والله غير عيب وعار، عيب وعار. المهم تحياتي لكم الخوت بارك الله كاملين. فيكم، شكرا الله شكرا يحفظك، شكرا. الله الله يحفظك. يعز بكم. شرفنا اخي الكريم، شرفنا. العز شكرا أخي العز. مقالة، شكرا أخي إدريس غار مرحبا جبيلات. بك. السي ميمون، تحياتي الله لاخويا السي ادريس بن حامد، عمر. الاخوان كاملين اللي الله يحفظك معنا. خويا. تحياتي تحياتي. ديروا ابينو.